أزول الطحان، الطحين والطحان، ومدى تأثيره من سلبيات في المجتمع بصفة عامة. قبل في عهد الاستعمار كان المستعمر أو أو الجندرمة متاع المستعمر كان يستعملوا في طريقة في البحث عن المقاومة والمقاومين. كانوا يحطوا جاسوس اللي هو الطحان أو الواشي، يلوج على الهدف متاعه أو الخدمة متاعه هو البحث، هو وسيلة للبحث عن المقاومة والمقاومين. كيف يتعرف عليهم معناتها، يعرفهم شكونهم وين متخبين، يمشي يبلغ عليهم. بعد ما يبلغ عليهم وبعد ما يهد عليهم الحاكم ويشدهم أو المستعمر ويشدهم، يحطوهم في بلاصة، ويجيبوا سي الطحان هذا أو الواشي ويلبسوه إشكارة متاع فارينة باش هما ما يعرفوش، وباش هو يدل المستعمر على المقاومين هذوما بعينه. يعمل هيك، هذاك السيد هذاك، السيد هذاك. ومن خلال معناتها الشكارة بتاع الفارينة هذيك خرجت المصطلح متاع الطحين هذيك. مصطلح الطحين خرج من خلال معناتها الشكارة. وبعد الاستعمار اتطورت الآفة هذية، اتطورت في أساليبها وتوسعت في برشا مجالات في المؤسسات العمومية أو الخاصة. والطحين هو كآفة اجتماعية يحللوه علماء الاجتماع، اللي هي عدم الثقة في النفس والعجز على المنافسة الشريفة. العاجز على المنافسة الشريفة ولا ما عندوش ثقة في نفسه في مجالات العمل بصفة عامة، يولي يضطر يستعمل الآفة هذه أو الطريقة هذه في الطحين. يهز الطحين نعرفه، يقود بزميله بجيرو إطار، مانيش عارف ترى شنو عمل. وتطورت أساليب أخرى معناتها في أساليب المعاملة. مثلا إنسان باش يمشي يقضي شهوره في مؤسسة عمومية، يمشي يهز شوية طحين المسؤول معين باش يخرج ورقة ولا باش يعمل كذا ولا باش يعمل حكاية. حتى على المستوى السياسي زاد تطورت، ولت شو في عهد بن علي مثلا، ولت شعب في إطار معناتها الحزب الحاكم، وولت انخراطات ومخلفات معناتها الحكايات هذيك. ان شاء الله وان شاء الله ونتمنى هالآفة هذه معناتها في تونس تتنحى، خاصة معناتها في سلك الأمن وفي الأسلاك العمومية بصفة عامة. ويوظ معناتها يستعملوا معناتها الطريقة المشينة هذه، يطوروا
يطوروا في الأساليب، البحث عن الحقيقة. وعوض الطحان هذايا معناتها يستعمل في الطحين سوا ديزون باش يترقى ولا باش يهز معناتها باش يقضي شورو. يحاول معناتها باش يطور في إمكانياته معناتها خاصة في العمل ولا في حاجة كيما هكا. أي السلام عليكم.